الناس اللي بتخاف ان معدتها تكبر بعد العمليه لازم تفهم هي المعده بتكبر ليه. المعده دي عباره عن عضله، انا لو قعدت اعمل تريننج او تدريب للعضله هكبرها. طيب انا شطارتي بعد ما اعمل عليه، يعني هو المريض مستغرب انا قصيت المعده ازاي تكبر تاني؟ الجزء اللي باقي ده عباره عن عضله، العضله دي مش بتبقى زي البالونه لما تكبر تبقى رقيقه، بالعكس بتبقى قويه جدا. فالشطاره بتاعتي ان انا ما اكبرش معدتي. ده سؤال مهم، ما اكبرش معدتي ازاي؟ اولا ما اضغطش على المعده وانا باكل، يعني ما تقومش من الاكل بعد ما تحس انك خلاص مش عارف تاخد نفسك او بطنك وجعتك، انت كده بدات تدريب المعده انها تكبر. ولو رجعت طبعا تبقى ضغطت اكتر واكتر. طب الصح ايه؟ اقوم من الاكل وانا خفيف من غير ما اضغط على المعده خالص. دي اول نقطه. النقطه الثانيه امنع الصودا. الصودا من الحاجات اللي بتعمل ستريتشنج للمعده، بتتمدد المعده بتاعتها. فالصح ان انا ما اشربش صودا، اثبت حجم الوجبه بتاعتي عند وقت معين، كده مش هضغط على المعده بتاعتي. بعض الناس اللي خايفه جدا بيختار من الاول ان هو يعمل حاجه اسمها التكميم المعدل، حلقه بتتحط حوالين المعده بتمنع بنسبه كبيره ان المعده تكبر، مش 100% لكن بتمنع بنسبه كبيره، لان المعده لو جت تكبر بتلمس الحلقه وتديني احساس الشبع. دي الطرق اللي اقدر احافظ بيها سواء بالحلقه او لا ان معدتي ما تكبرش.